السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ديال اليوم غيكون تكملة الفيديو ديال الدرس السابق اللي هو هضرنا فيه على الارسين. هضرنا على البيكولوس اللي كتمشي في الارسين واللي عندها واحد السرعة ناقصة، داكشي باش ميمكن ليهاش تدخل الكالسادا وكتمشي تمشى في الارسين. هذا هو اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق. اليوم غادي نتكلموا على البيكولوس اللي عندها واحد السرعة عالية، هي البيكولوس الاوتوموبيليس، يعني كتكون سريعه، ولكن غنهضروا عليها في واحد الحاله استثنائيه اللي كتمشي فيها في الارسين. امتى يمكن ليها تمشي في الارسين؟ اللي كنا كنعرفوا ان البيكولوس اوتوموبيليس هي عندها واحد السرعه كبيره، ضروري انها كتشد الكالسادا، ما يمكن ليهاش تمشي في الارسين، ضروري كتمشي في الكالسادا. اليوم غادي نشوفوها ان كاسو اكسبسيونال، يعني غنشوفوها في واحد الحالة استثنائية كتدخل فيها الأرسين. فوقاش كتدخل البيكولوس أوتوموبيليس للأرسين؟ Cuando está circulando a una velocidad anormalmente reducida. شنو المعنى ديالها؟ يعني حين أو عندما كتكون كتمشى بواحد السرعة اللي هي غير طبيعية، يعني انورمالمنتي ريدوسيدا، كتكون شيئا ما قليله منخفضه، يعني واحد السرعه اللي هي قليله، ماشي هي السرعه ديالها، يعني سرعه غير طبيعيه. انورمالمنت فيلوسيداد انورمالمنتي ريدوسيدا، يعني واحد السرعه اللي منخفضه بشكل غير طبيعي. وهذا الشيء كيرجع بسبب اون افيريه. شنو هي افيريه؟ عقلوا على هاد الكلمات اللي كنقول لكم، راه هما اللي كتلقاوهم في الاكزامينيس، يعني في الاسئله ديال الدخيتي. اون افيريه، افيريه هي واحد العطل او معطله، يعني او فيها عطب. هنا ملي كتسمعوا اون افيريه يعني السياره فيها عطب او معطله باللغه العربيه، يعني هذيك السياره عندها واحد العطب. ملي كتكون عندها واحد العطب كتمشي بواحد السرعه اللي هي غير طبيعيه ديالها، ماشي مثلا في الطريق يمكن لها انها تمشي حتى ل 90، هي كتمشي واقل سرعه. ما دابا نقراو في الفيديوهات الجايين السرعات ديال السيارات، كتكون مثلا عندها 45 غادي تمشي هي السرعه القليله، كتمشي هي مثلا ب 30. هذا كيرجع لواحد العطب اللي كاين في السياره. بالنسبه لهذا العطب اللي فيها في السياره، ما يمكن ليهاش تمشي في الكالسادا الا كانت الكالسادا يعني عامره وفيها الزحام، وهي غادي تمشي بهذه السرعه ديال 30 او مثلا 45، وان خاصها تمشي بواحد السرعه مجهده. اشنو غدير هاد السياره؟ هاد السياره ضروري خاصها تشد الارسين، تمشي في الارسين، لان الارسين كيمشيو فيه البيكولوس اللي فيهم واحد السرعه اللي هي ناقصه. ولكن كاين هنا واحد الاكسبتو، غادي تمشى في الكالسادا ولا في الارسين، هنا على حسب. نشوفوا اشنو هما امتى تمشى في الكالسادا وفي الارسين. الا كانت سي بيرتوربا لا سيركولاسيون، هنا ما يمكن ليهاش تمشى في الكالسادا، ضروري سيركولا بوري لارسين. اشنا هي كلمه بيرتوربا؟ بيرتوربا هي الازعاج، يعني الا كانت غيكون عندها واحد الازعاج في الطريق للسيارات اللي جايين من وراها، ضروري انها هي غادي بسرعه منخفضه ريدوسيدا انورمالمنتي ريدوسيدا، يعني ناقصه بغير طبيعي. هنا ما يمكنلاش تزعج السيارات اللي كيف ما شفتوا معايا في الصوره. الا كان الشانطي يعني كنقولوا الطريقه عامره وفيها طوموبيلات، هنايا تتسمى بيرتوربا لا سيركولاسيون، غادي تزعج السير. هنا اجباري انها اوبليغاتوريو انها تمشي في الارسين، سيركولا بوري لارسين. اما الا كانت نو بيرتوربا لا سيركولاسيون، يعني ما يمكنلاش تزعج السير في الطريق، ما كاينش يعني السيارات من وراها وكانت الطريق خاويه، هنايا يمكن ليها تمشى بور لا كالسادا. هنا الاوتوموبيليس تمشى بور لا كالسادا. هادو جوج حالات هنا كيعطيونا في الاسئله ديال الامتحان، تيقول لك دون دي بوي دي سيركولار ان اوتوموبيليس ولا بيكولوتش يعني افاريه، عنده واحد العطل. على حساب ديما ركزوا في السؤال، سي بيرتوربا لا سيركولاسيون، الا كانت غدير ازعاج في السيركولاسيون يعني في السير، هنا غتمشي بوري الارسين، غيكون الجواب بوري الارسين. وإلا كانت نو بيرتوربا لا سيركولاسيون، واخا في عندها واحد الابيريه وغاديه بواحد الفيلوسيداد انورمالمنتي ريدوسيدا،
ضروري انها تمشي في الكالسادا، لان عندها ما كايناش نو بيرتوربا لا سيركولاسيون، ما غاديش تزعج السير في الطريق، تمشي في بور لا كالسادا بلا ما تحتاج انها تمشي الارسين. هادو راه جوج حالات هنا تعرفوا بان فين تتمشى الاوتوموبيليس. حنا كنهضروا على الفييكولوس اوتوموبيليس. اللي ما عرفش الفييكولوس اوتوموبيليس يمكن ليه يرجع للدرس الاول اللي كنا درنا، راه شرحنا شنو هي الفييكولوس اوتوموبيليس. هادو اللي كيتمشاو في الكالسادا ماشي في الارسين، ماشي هما الفييكولوس اللي كيتمشاو في الارسين. هادوك خلاص ديما كيتمشاو في الارسين، لان راه عندهم واحد السرعه محدوده ما كتفوتش 45. بلا ما نرجعوا يعني اللي بغى يدير غادي يرجع للدرس السابق وغيفهم مزيان على شنو هما الفييكولوس اللي غيتمشاو في الارسين. هادو حنا اليوم كنهضروا على الاوتوموبيليس اللي كيمشيو في الكالسادا، ولكن عندهم واحد العذر، يعني واحد الابيريه، واحد العطل في السياره، كتولي السرعه ديالتهم انورمالمينتي ريدوسيدا. عقلوا على هاد الكلمات، فيلوسيداد، ابيريه. يعني حاولوا ديروا واحد الدفتر وتسجلوا فيه هاد الكلمات، هما اللي كيتحطوا في الاكزامينيس. يعني حتى اللي ما عندوش اللغه راه يمكن ليه من خلال هاد الكلمات غادي يولي يفهم السؤال اشنو كيقول. نكمل معكم، نشوفوا واحد الحالة أخرى تاني. هنا لوس فييكولوس دي ماس دي 3500 كيلوغراموس، يعني الفييكولوس العربات اللي كتفوق عندها أكثر من 3500 كيلوغرام. هنا شفنا مثلا الكاميو، عندنا واحد الكاميو اللي الماسا ماكسيما ديالها الوزن ديالو أكثر من 3500 كيلوغرام. فين يمكن ليه يتمشى؟ عنده هو واحد الأبيرية. كما قلنا الأوتوموبيليس اللي عندهم الأبيرية كيمشيو في بور لا كالسادا اللي سبق لينا او في الارسين، على حسب بيرتوربا ولا نو بيرتوربا. بالنسبه للكاميو اللي فوق 3500 كيلو، اي فييكولوس ماشي غير الكاميو اللي كتفوق 3500 كيلوغرام، هذا اوبليغاتوريو بور لا كالسادا، هذا اجباري يمشي في لا كالسادا، سواء كانت يعني بيرتوربا او نو بيرتوربا. علاش؟ هنا غادي نعرفوا علاش. لان الكاميون عنده واحد الماسه ماكسيما اكثر من 3500، يعني ثقيل بزاف. وشنو قلنا حنا على الارسين؟ الارسين ما يمكنليش يمشيو عليه الفييكولوس اللي هما مويبي، زعما تقال بيسادوس. لي بيسادوس بزاف ما يمكنش يمشيو في الارسين. علاش؟ لان الارسين كما كتعرفوا جا في الحافه ديال الطريق، يمكن ليه يتشقق او انه يتلف. هذاك الشيء باش كتقول الترافيكو واخا الفييكولوس اللي تتكون فوق 3500 كيلو، يعني الوزن ديالهم، واخا تكون عندهم ابيريه وتكون الطريق عامره، هادوك ضروري يشدوا الكالسادا، ما يمكن لهمش يمشيو للارسين. هنا كاين الاختلاف بين اللي قلنا في الاول. في الاول قلنا الاوتوموبيليس اللي يعني 3000 حدهم 3500 كيلو، هادوك الا كانت بيرتوربا لا سيركولاسيون غيمشيو في الارسين، كانوا غادي يزعجوا الطريق غادي يمشيو في الارسين. سي نو بيرتوربا لا سيركولاسيون بور لا كالسادا، يعني الا ما كانوش يزعجوا الطريق يمشيو في لا كالسادا. العكس ديال هادو الفييكولوس اللي عندهم موي بيسادو فوق 3500 كيلو، يعني هادو ضروري يشدوا الكالسادا، سوا بيرتوربا سوا نو بيرتوربا، لان قلنا ما يمكن لهمش يمشيو في الارسين، انهم تقال بزاف يعني بيسادو، ما يمكن لهمش يمشيو في الارسين. نشوفوا هاد الفيلوسيداد انورمالمنتي ريدوسيدا داخل اوتوبيا اوتوبيستا. شنو هي قلنا الاوتوبيا والاوتوبيستا؟ الاوتوبيا هي طريق سريع، والاوتوبيستا هي الطريق السريع اللي بالاداء اللي كنكونوا كنخلصوا فيها. اش كيقول الترافيكو فيها؟ قال لك en las autovías y autopistas a velocidad anormalmente reducida hay que abandonar por la primera salida. قال لك هنا في الاوتوبيا والاوتوبيستاس السرعه اللي غير طبيعيه لانك تمشي بواحد الطريقه غير طبيعيه anormalmente reducida اي كي يجب عليك abandonar por la primera salida، انك تخلي الطريق في اول خرجه. اول خرجه كاينه في هذيك الطريق السيار انك تخلي عليها وتخرج منها. طريق السيار هي اللي تنقولوا ليها لوطوروت، تنقولها بالدارجه ديالنا هنا تنقولوا ليها لوطوروت. يعني الخرجه الاولى اللي في لوطوروت غادي تولي عندك واحد الابيريه ولات عندك السرعه انورمالمنتي ريدوسيدا، ضروري ابوندونار بور لا بريميرا ساليدا، يعني اول خرجه. يعني اول خرجه تلقى ضروري قالك ابوندونار، يعني تهملها وتخرج.
كلمة ابوندونار هي تخلى عليها، تخلى على الطريق السيار وتخرج في الخرجة الأولى باش ما تبرزتش هادوك، لأن معروف عندنا حنا هنايا بأن الأوطوبية والأوطوبيستا كتكون بواحد السرعة حتى ل 120، يعني كيكونوا السيارات غاديين مجهدين، ميمكنلاش السيارة تم غادية بواحد الأبيرية وتكون غادية بواحد الفيلوسيدا لي انورمالمون ريدوسيدا. داكشي علاش الترافيكو تيقول لك ابوندونا بور لا بريميرا ساليدا، يعني تخلى عليها في أول خرجة تخرج منها، حيت راه ميمكنلكش إلا كان عندك مثلا واحد الأونبان السيارة أنك توقفها وسط يعني الأوطوبية والأوطوبيستا، توقفها وتعيط مثلا للقروة وتجي باش تديلك السيارة ديالك، لا ميمكنش، لأن هاديك الطريق معروفة أنك تمشي بها السيارات بواحد السرعة، داكشي علاش أن ميمكنش توقف فيها، تيسمح لك الترافيك وتمشي بواحد فيلوسيداد انورمالمنتي ريدوسيدا، تتمشي بها بواحد السرعة اللي هي ناقصة بشكل غير طبيعي، ولكن في أول خرجة يمكن لك تخرج، ميمكنلكش توقف تما في داخل طريق السيار، تمشي بالسيارة ديالك بواحد السرعة اللي منخفضة حتى أول خرجة بريميرا ساليدا، ديك الساعة أبوندونار لا سيركولاسيون، يعني تحمل وتخرج في أول خرجة. وتا لهنا سالا الفيديو ديالنا، وغنتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا السلسله ديال الدروس ديالنا كاع التيماريوس ان شاء الله غنكملها معكم، وغادي نتكلموا في الفيديو الجاي على الاوطوبيه والاوطوبيستا بشكل مفصل. ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش بلايك او تعليق كتشجع القناه، وكنشكر جميع الناس اللي كتكتب لنا تعاليق وكدير لايك. نتلاقاكم في فيديو جديد والله يعاونكم.